السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى وأغلى متابعين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطوا لنا بقى اللايك المتين وتعالوا شوفوا الروتين الجامد ده. هنا يا حبايبي بغسل السبانخ، بقول لكم لازم نفتح الورق كده ونغسلها وهي قبل ما تتخرط. السبانخ يا حبايبي تتغسل قبل ما تتخرط مش بعد. هنا بخرطها بقى بالمقص كده يا حبايبي، المقص الجديد ما شاء الله. بصراحة المقص مريح عن السكينة، وخصوصا السكاكين بتاعتي عشان بردت خالص. فالمقص ده بقى ايه، لسه جايباه جديد ما شاء الله. حلو قوي يا حبايبي وريحني الصراحة. ما خدتش يعني 5 دقايق في تقطيع اللي هما الحزمتين دول ما شاء الله. هنا كنت خلصت بقى يا حبايبي. اقول لكم حطوا لي اللايك بقى. هنا بقى بوريكم القلقاس، هي كانت قلقاسه واحده قطعتها. وبصوا يا حبايبي ده جزء من تفريزات رمضان، يعني انا لما احتاج حاجه في الايام اللي جايه قبل رمضان اكيد هاخد. هنا عايزاكم تركزوا في لون البسله كده قبل ما احط عليها الميه اللي بتغلي. فده جزء من التفريزات. كل اسبوع كده ان شاء الله ربنا يقدرني واجيب حاجه وافرزها كده ان شاء الله معاكم يا حبايبي. اهو روتين تشجيعي كده بقى. اللي عندها شويه خضار في الفريز في التلاجة قومي اعمليهم وشيليهم. خساره الحاجه مش ببلاش، بالعكس الحاجه غاليه واسعارها نار، علشان نقدر كده نوفر ويبقى عندنا حاجات كده ايه في الفريزر كده نسحب منها زي ما نحب يعني. زي الفل يا حبايبي. وحطيت عليها بقى حله ميه قبل ما تغلي كده، اللي هو بصوا بقى اللون يا حبايبي. بصوا في فرق شاسع على فكره، وكمان من ورا الكاميرا يعني الكاميرا ظالمه الموضوع ده. ما شاء الله بقى. طبعا ببردها بميه ساقعه وسبتها طبعا تصفى خالص خالص، ينزل منها كل الميه. بوريكم يا حبايبي كل حاجه عملتها مع بعضها. كنت انا قبل ما اصور كنت انا عملت ايه، كنت عبيت الفول. ما فاتتني دي يا حبايبي، معلش دماغي فيها مليون حاجه، الله المستعان. زي الفل يا حبايب قلبي. جميل 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 اهو. روتين الست الشاطره في بيتها، الشقيانه اللي عايزه تعمل حاجه وعايزه توفر وتلبي احتياجات البيت والاولاد وكل حاجه يعني. اه يا حبيبي ربنا يقوينا جميعا يا رب على غلو الاسعار والحاجات اللي زي كده، علشان جاي علينا رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. ورمضان طبعا بيبقى عايز الخضار والحاجات الحلوه دي كلها. هنا كنت فنشت خلصت، عملت القلقاسه في 3 اكياس، والسبانخ في 3 اكياس كبار وكيس صغير، و6 اكياس بسله. والفول مش فاكره كان كام كيس، لان انا سحبت منه اصلا قبل ما اعبيه الصراحه، سحبت منه. يا حبايبي زي الفل اهو، حاجه نظيفه وحاجه في البيت كده ومعموله بمزاج يعني. قلت ارص. انا ممكن على فكره انا اللي كنت بصور نفسي في الوقت ده، فكنت ممكن ارص احسن من كده، بس عذرا بقى يا حبايبي انا ايه بصور وارص في نفس الوقت. هنا اهوت يا حبايبي. بحط البسله فوق بعضيها ما شاء الله. اكلات حلوه كده. عايزه تعملي الاكله اكتر، عايزه تعمليها اقل، براحتك. كل واحد على حسب احتياجه والكميه اللي هتقضيه او تكفيه. زي الفل يا حبايبي. طبعا اللحوم والاسماك مثلا والفراخ بتكون في رف لوحدها، ما بتتحطش مع الخضار ولا العيش يعني. بصوا الله المستعان اهو. رصيت الفول فوق حلو يا حبايبي. النهارده حبيت اعمل كيس فول، اخدته حطيته بس ساعه في شويه ميه وعلى حبيبه ما جت من الدرس وكده وفطرنا. او زي الفل. بقول لكم حطوا لي اللايك يا حبايبي. هنا بقى كان عندي شويه اطباق. هنا بقول لكم الكوبايه اللي شبه التانية دي اتكسرت يا حبايبي. ما بحبش كده ابدا، بزعل لما الكوبايه تتكسر. مش خساره كوبايات يعني، لا كانوا 2 بس ليا وابو حبيبه في واحده فيهم اتكسرت ربنا يستر. طلعت لنفسي على طول اللي هو بس نظام مش مج، نظام فنجان كبير بس ازاز. انا احب اشرب في الحاجه الازاز، ابقى شايفه الشاي كده. ما احبش الحاجه المعتمه يعني زي المجات الخزف والصيني والكلام ده. ما احبش اشرب اي مشروبات في حاجه غامقه يعني، احب تكون فاتحه. غصب عني ممكن تصدف ولا حاجه. اقول لمحمد مثلا اكون بصلي او بتوضى او حاجه، صب الشاي محمد قبل ما اخلص صلاه، يقوم هو يفاجئني ويحطه لي في مج مثلا، فده هو اللي ممكن يخليني اشربه، مش هكبه يعني. لكن انا لما باجي اعمل لنفسي استحاله اعمل في مج غامق كده، لازم في كوبايه شفافه. زي الفل يا حبايب قلبي. قومي يا وليه انت وهي من تحت البطانيه، انا شايفاكم كلكم بتشربوا شاي وبتتفرجوا عليا بس. قومي قومي لحسن الراجل يعملها ولا حاجه. انا شكل ان الراجل بتاعي اللي هيعملها اول واحده فيكم الشر بره وبعيد يا حبايبي. ربنا يخليهم لنا ويقويهم علينا يعني الصراحه. وينجح اولادنا جميعا. ادعوا لاولادي يا حبايبي، داخلين على امتحانات، ربنا ينجحهم جميعا وينجح كل الطلاب في جميع انحاء العالم المسلمين يا حبايبي. او زي الفل يا حبايبي بقى. روتين كده بسيط، حاجه بسيطه كده. الحلل والحاجات دي انا بصراحه غسلتها من قبل يعني. ما كنتش حابه الحوض اسيبه مكركب قوي عشان اعمل لكم فيديو روتين بصراحه او اشجعكم. لا انا اكتفيت بشويه الكوبايات والمعالق والاطباق البسيطه دي. او روتين تشجيعي برضو يا حبايبي على قده كده.
او صلوا على الحبيب قلبكم يطيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والله المطبخ بتاعي ما كان عايز غير بس الحوض ينضف من المواعين، والبوتاجاز ياخد له ايه، تلميعه بسيطه كده يعني، ما خدش معايا وقت البوتاجاز يا حبايبي. بصوا عايزه اقول لكم، حاطه لكم في اخر الفيديو مشهد كده، انا بصور لكم الفيديو ده والدنيا بتشتي يا حبايبي، بتشتي بسيط كده يعني، الشمس طالعه والدنيا بتشتي، لذلك قوس قزح كان طالع وصورته بس ما بانش في الكاميرا للاسف لانه كان باهت، لو قوي كان ممكن يبان. عايزه اقول لكم ما شاء الله شكل السماء كما لو انها جبال من التلج، والله العظيم يا حبايبي سبحان الخالق العظيم يعني. قلت مش هبخل عليهم، هوريهم المشهد الجميل ده عشان يقولوا سبحان الله كده وناخدوا حسنات كلنا. زي الفل يا حبايبي، شطبت وخلصت كده اهو. بصوا الحنفيه والسيراميك اللي وراها بس، لكن الناحيه التانية كلها نظيفه وزي الفل ان شاء الله. الواحد بيعمل كده، وعلى رمضان بقى نعمله روتين ايه، روتين قوي جدا بقى، نشجع بعضينا. حبايب قلبي اهو، كنت خلصت ودخلت بقى على ايه، على البوتاجاز يا حبايبي، مسحت الحيطه وكله تمام اهو. حطوا لنا اللايك، كل شويه بفكركم ايه الرزاله دي، يلا انتوا شطار من نفسيكم هتحطوا لي اللايك يا حبايبي. كتر خيركم والله العظيم يا حبايبي، بفرح بتعليقاتكم وبفرح بدعمكم جدا ووقوفكم جنبي، يعني حاجه بتسعدني جدا يعني. زي الفل البوتاجاز والله يا حبايبي، والحيطه كمان اللي قصاده ما كانش محتاج اصلا غسيل، اللي هو الدهك بقى وكده، بس انا عايزاه تلميعه كده، واعمل لكم روتين حلو كده يا حبايبي. كان نضيف يا ام حبيبه؟ لا طبعا ما كانش نضيف، كان عليه زيوت ومكان الكرشه ومكان الحاجات دي بس، يعني لو تبصي له كده تقولي لا سيبيه يومين كمان ده مش محتاج. بس الفكره في ان انا عندي قناه وبشجعكم ان لازم تبقى الحاجه على طول ايدك فيها عشان تريحك اهو. هنا محمد اهو بيقول لكم حطوا لي اللايك، حطوا لايك عشان محمد بقى. ومشى تكون قطن يا حبايبي عشان تشرب الرغاوي والصابون والميه والحاجات دي اهو، ما خدش معايا حاجه والله. بصوا اهو زي الفل، طوقت برضو الحيطه وظبطته اهو. جالك ضيف مثلا، الاول النظافه من الايمان للانسان للشخص نفسه، بس مثلا جالك ضيف، جالك ضيف على سهوه وخلاص قالوا لك ان هم جايين، تلحقي تنضفي لو انت البوتاجاز ايدك فيه على طول، لكن لو انت سايباه بقى عليه تلال من الدهون تقعدي يومين بقى تنضفي فيه، لا. حطوا لنا اللايك يا حبايب اهو بقى. هنا بقى يا حبايبي بمسح، في الوقت ده كنت برضو ماسكه التليفون بايد وبالايد التانية بالقماشه كده عماله بمسح، والله انا اللي كنت بصور نفسي، عماله امسح القوائم دي كده عشان ما يبقاش فيها حته رزايه حته خضار اي حاجه كده بسيطه، اشيلها كده يبقى شكله كويس. زي الفل يا حبايب قلبي. بصوا بقى على منظر السما هنا بقى، الله الله، شايفين سبحان الخالق العظيم. الناحيه اللي هي الشمال دي كان فيها، مش هنا الناحيه التانية، بصوا سبحان الله، شفتوا كانت بتشتي على فكره بتنقط بسيط كده مش بصوا يا حبايبي بعيد كده بعينكم شايفين اهي جبال تلج، سبحانك يا رب سبحانك يا رب. هنا في قوس قزح بس مش باين يا حبايبي. يلا حبايب قلبي بحبكم كلكم في الله، وسلام.